السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا باشمهندسين، يا رب تكونوا بخير. معاكم الباشمهندس محمد دسوقي. بإذن الله هنكمل مع بعض سلسلة فيديوهات اللايف كارنت اللي كنا ابتديناها بأول فيديو في السلسلة ديت. كنا اتكلمنا فيه عن النتورك ديفايس، كنا عرفنا في الفيديو دوت ايه هي النتورك ديفايس وايه فايدتها وايه هي انواعها. كنا قلنا ايه الفرق بين الهاب برضه والسويتش، وعرفنا في الاخر ان السويتش هو بيكون اكثر استخداما مقارنة بالهاب. هنتكلم بقى في الفيديو النهارده شوية عن السويتش. في البداية كده عايزين نتكلم عن ايه هي انواع السويتش. عشان تفهم انواع السويتش لازم تكون متخيل معايا حته ايه التوزيع. عارف انت عما تيجي تفتح سنجل لاين دياجرام وتلاقي فيه فاينل بورد واس ام دي بي وام دي بي، كان ايه الفكره؟ كان بيكون عندك فاينل بورد كتيره في الدور، كنا بنجمعهم على اس ام دي بي. الاس ام دي بي كتيره في المبنى، فكنا بنجمعهم على ام دي بي، صح كده؟ شويه لوح بنجمعهم ببعض. هنا نفس النظام في السويتش برضه، نفس الكونسيبت بالظبط. كنا بيكون عندي مثلا هنا لو انا معايا عدد ادوار كتير في المبنى، كنا بناخد ايه مثلا الديفايسز نفسها، يعني مثلا الكاميرات والاكسس بوينت مثلا والبي سي والتليفونز والكلام ده كله بتاعت كل دور، بنوصلهم دايركت بحاجه اسمها اكسس سويتش. تمام؟ الاكسس سويتش بتاع الدور الاول مثلا، الاكسس سويتش بتاع الدور الثاني، والاكسس سويتش بتاع الدور الثالث. ممكن دور واحد يكون فيه تو اكسس سويتش، يعني في انظمه كتير جدا، يعني لدرجه ان انا ما ينفعش السويتش واحد مش مستحمل ان هو يلقط على الانظمه دي كلها، فبنجمع كل. طب افرض مثلا عدد الاكسس سويتش ده بيكون كتير جدا، عايز اربطهم ببعض عن طريق ديستريبيوشن سويتش. طب افرض كان معايا اكتر من ديستريبيوشن سويتش في المبنى وعايز اربطهم بسويتش، بربط الديستريبيوشن سويتش دول على حاجه اسمها كور سويتش. يبقى هي نفس النظام، كاني بقول ان ديت هي الفاينل بورد وده هو الاس ام دي بي ودي هو الام دي بي بالظبط. طيب هو ايه الفرق برضه ما بين الاكسس سويتش والديستريبيوشن سويتش والكور سويتش في التصنيع نفسه؟ الفرق بين الثلاثه في التصنيع هي سرعه نقل البيانات لكل سويتش. يعني هنا ده السويتش ده مثلا هتلاقيه مثلا مربوط مثلا بمثلا 20 كاميرا ومثلا 5 اكسس بوينت ومثلا 6 بي سي مثلا، فده بيتعامل مع شويه اجهزه دول بس، فسرعته ما بتكونش عاليه قوي. نفس النظام ده يعني كل الاكسس سويتش دول سرعته ما بتكونش عاليه قوي لان بيتعاملوا مع عدد اجهزه قليل. طيب الديستريبيوشن سويتش اللي قدامك ده مربوط كام سويتش؟ خد بالك، مربوط بالسويتش ده ومربوط بالسويتش ده، فبالتالي ده بيتعامل مع عدد ديفايسز اكتر، لان السويتش ده مثلا عليه 20 ديفايس والسويتش ده عليه 20 ديفايس، فالسويتش ده بالنسبه لي شايف ال 40 ديفايس كلهم، فده بيتعامل مع عدد اجهزه اكبر، فبالتالي لازم سرعه التعامل مع البيانات تكون اكبر. طب الكور سويتش ده بيتعامل مع كام؟ مع السويتش ده والسويتش ده مثلا. السويتش ده والسويتش ده اللي مربوط بيهم مثلا 5 اكسس سويتش، كل 5 اكسس سويتش مثلا مربوطين ب 20 ديفايس، يعني كل ما اطلع لفوق كل ما عدد الاجهزه اللي بيتعامل معاها السويتش ده بيكون كتير جدا، فبالتالي هتلاقي ان ده برضه يعني سرعه نقل البيانات بتاعته لازم تكون اعلى واعلى واعلى. وهنعرف دلوقتي سرعه نقل البيانات بتاعت الاكسس سويتش والديستريبيوشن سويتش والكور سويتش. في البدايه كده سرعه نقل البيانات بتاعت السويتش بتكون لا اما تلاقي فيه سويتش مكتوب عليه كده 10 ميجا بايت او 100 ميجا بايت. ال 10 ميجا بايت او ال 100 ميجا بايت دول بستخدمهم مع السمول سويتش. يعني ايه سمول سويتش اصلا؟ يعني سويتش مثلا بسيط جدا انت جايبه مثلا هو يبقى الوحيد بس اللي في المبنى عندك مثلا، فبالتالي حاجه بسيطه جدا، فبالتالي بنستخدم حاجه اسمها سمول سويتش في الحاله دي. طيب لو انا معايا في سويتش بيكون سرعته توصل ل 10 جيجا بايت، ده اكسبتابل بالنسبه لي ان انا استخدمه كاكسس سويتش. يبقى الاكسس سويتش سرعته كام؟ 1 جيجا بايت. طب لو 10 جيجا بايت بير سكند، لا ده كده بقينا ديستريبيوشن سويتش. ممكن يكون 40 جيجا بايت او 100 ميجا بايت، ده كور سويتش. يبقى الفرق بين الثلاثه بالظبط بيكون سرعه نقل البيانات، الاكسس بيكون 1، الديستريبيوشن بيكون 10، الكور بيكون 40 او 100 جيجا بايت بير سكند. وديت كانت اول حاجه لازم انا اوصفها لو انا عاوز اوصف السويتش. يبقى لو انا عاوز اختار السويتش لازم اختار السويتش سبيد او السويتشنج كاباسيتي. عشان خاطر احددها لازم اعرف ان السويتش ده هستخدمه في ايه، هل انا هستخدمه كاكسس سويتش ولا ديستريبيوشن سويتش ولا كور سويتش، وبناء عليه اختار السرعه. يبقى اول حاجه عشان خاطر اوصف السويتش لازم اوصف السويتش سبيد. تاني حاجه يا باشمهندسين بنختارها في السويتش وهي عدد البورت. لو انت عدد البورت دي اللي هي الحته اللي انا عالم عليها دي، ادي كده اسمه بورت، ده كده اسمه بورت مخرج، ده كده اسمه بورت، وهكذا. طب النمبر اوف بورت ده بيتوقف على ايه؟ انا لسه قايل لك عليها ان هو بيتوقف على عدد الديفايس اللي انا هربطها بالجهاز دي. والله 20 كاميرا، 10 بي سي، وهكذا. فبناء على عدد الديفايس اللي هتربط على السويتش ده بحدد النمبر اوف بورت. طب ايه هي الستاندرد نمبر اوف بورت اللي بتصنع عليها السويتش ده؟ ممكن يكون 8 بورت، ممكن يكون 16 بورت، ممكن يكون 24، ممكن يكون 48 بورت. انا عشان خاطر اختار النمبر اوف بورت ده هل بختارها على عدد الديفايس بس؟ لا، قال لك النمبر اوف بورت بتساوي النمبر اوف ديفايس في 1.2. يعني ايه؟ يعني انا باخد كده في الحاله دي 20% سبير. يعني انا مش بجيب النمبر اوف بورت بيساوي النمبر اوف ديفايس وخلاص كده، لا، ده انا بضرب في 1.2 عشان خاطر اعمل اكستنشن. يعني حصل مثلا
مثلا في المستقبل ان مثلا المبنى ده كبر، المبنى دوت مثلا حطيت فيه انظمه زياده، حطيت فيه مثلا كاميرا زياده، كاميرتين زياده، فيكون معايا سماحيه ان انا اضيف ديفايس هنا. فبالتالي كده انا عرفت اجيب النمبر اوف بورد من القانون ده. طيب يعني في فور اكزامبل مثلا لو انا معايا 20 كاميرا و10 بي سي وعايز اختار لهم سويتش، هجيبه كام بورد؟ فانا اللي هقول لك 10 زائد 20 30 في 1.2 هيديك 36 بورد. هروح اجيب اقرب ستاندر الاعلى، ال 36 بورد دول اقرب ستاندر الاعلى هو ال 48، فبالتالي هروح اجيب سويتش 48 بورد. ثالث حاجه بنحددها يا باشمهندسين مع بعض وهو السويتش دوت هل هو موديولار ولا فيكسد. طيب يعني ايه موديولار ويعني ايه فيكسد؟ خد بالك السويتش اللي قدامك ده انا حددته في الاخر هو 48 بورد. 48 بورد افرض بقى زاد في المستقبل يعني كمان ال 48 بورد دول اتملوا وعاوز ازود على كده، والله لو كان السويتش دوت انا جايبه موديولار فانا ممكن اجيب مديول زي اللي قدامك ده كده، ده كده بنسميه مديول، الحته دي كده مع بعضها كده بنسميها مديول. بنجيب مديول نربطه مع السويتش دوت، وبالتالي انا كده قدرت ازود 48 بورد دول مثلا، خليتهم مثلا اكتر من كده بكتير. في الحاله ديت انا كده السويتش ده موديولار، يبقى أنا لو حصل اكستنشن ممكن اجيب مديول اركبه مع السويتش وخلاص كده. طب لو كنت جايبه فيكسد يبقى انا كده اخر 48 بورد. طب لو زاد عن كده لا، لازم في الحاله دي لازم اجيب سويتش اخر. دي كانت ثالث حاجه، لازم اختار ان السويتش ده موديولار ولا فيكسد. بعد كده يا باشمهندسين لازم نختار برضو ان السويتش دوت هل هو سويتش عادي ولا بي او اي سويتش. يعني ايه بي او اي سويتش؟ يعني باور اوفر ايثرنت سويتش. يعني ايه؟ يعني سويتش بيوفر لي الباور والداتا في نفس الوقت. بمعنى زي مثلا الكاميرا اللي قدامك دي، هي الكاميرا ديت اسال نفسك كده هي محتاجه ايه عشان تشتغل؟ محتاجه باور ومحتاجه داتا، صح؟ فقال لك لو السويتش بي او اي سويتش خلاص هو السويتش ده بيوفر لي الحاجتين دول، الباور والداتا. طب لو السويتش ده عادي، لا السويتش ده لو عادي خلاص فهو بيوفر لي الداتا بس، ادي هو بيوفر لي الداتا بس. طب الباور، لا الباور دي لازم اوصل انا لاين ونيوترال بالكاميرا اللي قدامك دي كده.